يتابع معكم اليوم موقع المصريين الأحرار المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، والذي يقدم فيه الحزب اليوم موقفه من تأجيل الانتخابات البرلمانية، كما يقدم أسماء المرشحين والذي بلغ عددهم 200 مرشح. هذا ويقدم الحزب أيضا تفاصيل حملته الانتخابية. ابقوا معنا. صباح الخير واهلا بحضراتكم، ومتشرفين ان احنا دايما بنتقابل، متشرفين ان احنا دايما بنتواصل. ويمكن الهدف من التواصل دوت دايما زي ما قلنا لحضراتكم من البدايه ان انتم تعرفوا حزب مصري بيعمل ايه. تقدروا ان انتم تحاسبوه، تقدروا ان انتم تعرفوا انشطته، تقدروا ان انتم تاخدوا اجابات حقيقيه وصادقه من الحزب نفسه. لان فكره ان احنا بنستقي معلوماتنا عن الاحزاب من ممثلين الاحزاب هي مش احسن فكره. فاحنا بيشرفنا دايما ان احنا نكون مع حضراتكم كل اسبوع علشان نرد على كل الاسئله ونقول لحضراتكم ايه الجديد اللي احنا بنعمله. فانا هبتدي بعرض صغير كده حوالين ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات، وبعد كده هتكلم مع حضراتكم في معلومه مهمه جدا ان احنا نوصلها لسيادتكم، وفي الاخر هنكون جاهزين للرد على اي اسئله عندكم. تمام؟ يمكن انا عايز ابتدي بس بخبر بالنسبه لي انا خبر جميل جدا، ويمكن بالنسبه للدول الصحفيين برضه. اخيرا بقى عندنا موقع موحد. يعني انتوا عارفين احنا كان عندنا اكتر من موقع للمصريين الاحرار، لكن اخيرا تم الاتفاق على موقع موحد للحزب. الموقع دوت ارجوكم انه يكون معاكم كلكم، ان انتم تدخلوا عليه في اي وقت هتلاقوا فيه كل المعلومات اللي انتم محتاجينها عن الحزب، وتقدروا فيه ان انتم تتواصلوا مع الحزب طول الوقت. فانا بعلن رسميا عن انطلاق الموقع دوت، وبشكر زمايلي في المركز الاعلامي اللي عملوا مجهود كبير قوي، جمال بيه اللي عمل مجهود كبير قوي عشان الموقع ده يتحرك. وارجو منكم ان انتم دايما تتابعوه وتستقوا دايما اخبار الحزب عن طريق الموقع دوت. زي ما حضراتكم عارفين بعد قرار المحكمه الدستوريه امبارح حصلت حاله من حالات الجدل. بعض الاحزاب قالت ده القرار دوت احسن حاجه في الدنيا والمفروض الانتخابات تتاجل علشان نجهز نفسنا. احزاب ثانيه خرجت بموقف ان لا لازم الانتخابات تحصل دلوقتي والكلام ده. موقف المصريين الاحرار واضح جدا. احنا جاهزين للانتخابات ايا كان ميعادها. الانتخابات بالنسبه للمصريين الاحرار مش حاجه بتحصل مره بنستعد لها وبننساها. الانتخابات بالنسبه لنا هي ثقه في المواطن اللي يجب ان احنا نكون بنسعى ليها طول الوقت وبنحافظ عليها طول الوقت. اذا كانت الانتخابات بكره الصبح المصريين الاحرار جاهز. واذا كانت الانتخابات كمان سنه المصريين الاحرار جاهز. تواصلنا مع المواطنين هيفضل مستمر، تواصلنا مع الشارع هيفضل قائم، مش هنتوقف، وايا كان الميعاد احنا جاهزين لخوض الانتخابات. نحترم القضاء المصري، يهمنا ان احنا نخوض الانتخابات على اساس دستوري سليم وعلى اساس قانوني سليم، وايا كان موعدها احنا جاهزين لخوض الانتخابات البرلمانيه. يمكن في نقطه ثانيه كنا حابين ان احنا برضه نعرضها لحضراتكم. للاسف الشديد اداء مصر كلها في الاعلام العالمي للاسف حتى هذه اللحظه اداء ضعيف. رغم اننا اصحاب حق بيتم الاعتداء علينا من قبل جماعه ارهابيه كارهه للحياه وكارهه للبشريه كل يوم، لا زالت هذه الجماعه قادره ان هي تصور صوره للاعلام العالمي ان هم الشرعيه وان هم الديمقراطيه وان الدوله المصريه مش جاده في عمليه التحول الديمقراطي. للاسف ان دوت بيوصل لكتير من وسائل الاعلام الاجنبي. لذلك مساهمه من المصريين الاحرار في دعم الدوله المصريه في المرحله القادمه، اعلن استاذ نادر الشرقاوي امين المصريين في الخارج عن تكوين جماعه ضغط بالخارج هدفها دعم مصر دوليا، مش مجرد من خلال الاعلام ومن خلال البرلمانات الكبرى، سواء البرلمان الاوروبي، سواء الكونجرس الامريكي، سواء مجلس العموم البريطاني. من خلال جماعه ضغط هتشتغل في كل البرلمانات ديت وفي كل وسائل الاعلام، هنسعى لتوضيح صوره اللي بيحصل في مصر. دور الاحزاب السياسيه ما بيوقفش عن ان هي تخش الانتخابات. دور الاحزاب السياسيه ان هي برضه تتحرك وتوضح حقيقه اللي بيحصل في مصر. مش ممكن نتسامح ابدا مع اشخاص بيقتلونا ويروحوا بعد كده يقولوا دول بيقمعونا وبيسجنونا. ما احنا
مش مفروض ان احنا يعني نعتبر ان قتلكم لينا جزء من حريه الراي والتعبير. هنتكلم في دوت، هتسمعوا كتير عن جماعه الضغط اللي ابتدت ان هي تشتغل تحت قياده الاستاذ نادر الشرقاوي. ارجوكم تتواصلوا معاه دايما وتعرفوا عن الانشطه الرائعه اللي هو بالفعل بيبتدي ان هو يعملها في كل عواصم العالم لتوضيح صوره مصر. في عندنا ملاحظه بس كنا حابين ان احنا نتكلم عنها، وهي مش للمصريين الاحرار بالاساس، هي لكل المرشحين. زي ما كل سيادتكم عارفين الاجراءات بتاعه الورق بتاعه الترشيح مرهقه ماديا ومرهقه كمان على صعيد ان انت تلف وتجمع ورق وتعمل ورق والكلام ده كله. فعندنا اقتراح مبدئي من المصريين الاحرار ان اذا كان في نيه لاعاده فتح باب الترشيح، فارجوكم الورق اللي اتقدم وكامل خلوه زي ما هو. يعني التقارير الطبيه اللي تم اعدادها والناس راحت المستشفيات وكشفت ودفعت فلوس عشان خاطر تعدها، ارجوكم لما الناس دي تيجي تتقدم تاني نعترف بنفس التقارير الطبيه، نعترف بنفس الورق. فارجوكم خلونا نقول للجنه الانتخابات ان ارجوكم خلونا نظل معترفين بالاوراق اللي تم تقديمها حتى لو هنفتح الباب لاوراق جديده. في جزئيه مهمه قوي كنا حابين ان احنا نتكلم عنها متعلقه بخطاب السيد الرئيس. جزئيه متعلقه بالتمكين الاقتصادي للشباب. جميل جدا ان احنا نتكلم عن التمكين السياسي للشباب، ويمكن المصريين الاحرار هيعلق عن حاجه مهمه جدا متعلقه بالتمكين السياسي للشباب في اخر المؤتمر. لكن في حاجه مهمه، 99% من شباب المصريين محتاجين تمكين اخر اسمه التمكين الاقتصادي. بمعنى ان هم يلاقوا فرصه عمل، ان هم يلاقوا فرصه ان المشروع الصغير اللي هو بيحلم بيه طول حياته يلاقيه بيتحقق. ان هو يلاقي فرصه انه لما يكون عنده مبادره يلاقي لها تمويل يمكن المبادره ديت من ان هي تحقق وتعود بالنفع على الدوله المصريه كلها. التمكين الاقتصادي احد اهم الاولويات اللي احنا فخورين ان الرئيس السيسي طرحها في الخطاب بتاعه، وبنأكد ان احنا كمصريين احرار بنضعها على راس اولوياتنا السياسيه. اذا كنا جوه البرلمان هيكون التمكين الاقتصادي للشباب احد اهم اولوياتنا. ان الشباب يلاقي التمويل انه يبدا مشروع، ان الشباب يلاقوا التمويل ان هم يبداوا مبادرتهم، ان هم يلاقوا فرصه العمل من خلال وجود استثمارات جاده جوه الدوله تساعدهم في دوله. التمكين الاقتصادي للشباب احد اهم الاولويات اللي المصريين الاحرار بيشدد عليها. في مؤتمر كبير عن التخطيط الاستراتيجي هيشتغل في المانيا خلال شهر من دلوقتي، حزب المصريين الاحرار مشارك فيه. في نظرنا ان صقل المهارات لقيادات الحزب احد اهم الاولويات. مهاره التخطيط الاستراتيجي مهاره مهمه جدا. فخورين بان امين الحزب في محافظه اسماعيليه استاذ جورج خله هيشارك في المؤتمر دوت، مؤتمر متعلق بازاي تقدر الاحزاب تعمل تخطيط استراتيجي بعيد المدى للسياسات بتاعتها. فاحنا متشرفين بالمشاركه في المؤتمر دوت بشخص الاستاذ جورج خله امين الحزب في محافظه الاسماعيليه. يعني كنا سمعنا كده، يعني كنا سمعنا اشاعه ان احد قيادات احد الاحزاب ادعى بان حزب المصريين الاحرار خطف من عنده قياده حزبيه. مفيش داعي يكون مين اللي قال الاشاعه، لكن الاشاعه دي بتدعي ان الاستاذ عاطف مخاليف كان منتمي لحزب تاني، وبعد كده حزب المصريين الاحرار دفع له اجراءات ماليه فجه وانضم لحزب المصريين الاحرار. حابب ارد رد صغير. استاذ عاطف مخاليف كان مرشح الحزب في 2011. استاذ عاطف مخاليف عضو الهيئه العليا للمصريين الاحرار من سنه 2012. مش عارف بقى ازاي كان في حزب تاني واحنا خطفناه بالفلوس. يمكن خطفناه قبل تاسيس الحزب، مش عارف، ما عنديش اي فكره. لكن عموما الاستاذ عاطف مخاليف كان مرشح حزب في 2011 وهو عضو الهيئه العليا من 2012 وحتى الان ولم يستقيل من حزب المصريين الاحرار. لجنه الصحه اعلنت ان هي بتناقش منظومه التعليم الطبي يوم السبت القادم. مصر فيها جانب قصور مهم قوي. احنا عندنا على فكره دكاتره في مصر على اعلى المستوى في العالم، لكن للاسف منظومه التعليم الطبي في مصر فيها عدد من المشاكل. لجنه الصحه اعلنت ان هي عندها تصور كامل لمنظومه التعليم الطبي، هتناقش يوم السبت القادم وهيكون قدام حضراتكم نتائج المناقشات دي. كابتن الوزير السابق نصر علام زي ما انتم عارفين كان وزير متميز للري وهو رئيس لجنه الري في حزب المصريين الاحرار. هو طالب بتوضيحات من الحكومه للسياسه الخارجيه فيما هو متعلق بسد
النقد. ده ملف مهم جدا وده جزء رئيسي من ركائز برنامج حزب المصريين الاحرار. كنا محتاجين شويه توضيحات من الحكومه حوالين السياسه الخارجيه المتعلقه بسد النهضه، لان عشان المصريين الاحرار يعمل برنامج جاد يهمه انه يكون عنده معلومات من النوع دوت. لجنه الثقافه بيترأسها طبعا شاكر بيه عبد الحميد وزير الثقافه السابق، وهو اكد انه بيطالب بانشاء مكتب ثقافي يكون تابع للرئاسه بشكل مباشر لتنميه الابداع. احسن طريقه تقدر انك تهزم بيها الظلام وتهزم بيها التخلف هي الابداع. انك تفتح الباب للفن، للسينما، للمسرح، لكل انواع الابداع. وفي نظرنا ان المؤسسه اللي جوه الدوله اللي تقدر ان هي تساند دوت بشكل حقيقي هي رئاسه الجمهوريه. عشان كده معالي الوزير السابق شاكر عبد الحميد طالب بانشاء مكتب ثقافي يكون تابع لرئاسه الجمهوريه بشكل مباشر عشان خاطر تنميه الابداع على مستوى الجمهوريه كلها. ولما بنقول على مستوى الجمهوريه ما بنعنيش العواصم. العواصم فيها مراكز. بنعني القرى. بنعني المناطق اللي فعلا محتاجه لاهتمام اكبر في مجال تنميه الابداع، لان وحده الابداع يقدر ان هو يقتل التطرف ويقدر ان يقتل. لجنه النقابات عندنا اعلنت بشكل واضح جدا ان هي منتظره الحكم بخصوص انتخابات التجديد للصحفيين علشان تعلن عن دعم المرشح او عشان خاطر تدعم المرشح. المصريين الاحرار لا يتدخل في انتخابات النقابات. النقابات كيانات مهنيه وليست كيانات حزبيه، فنحن نؤكد نحن لا نتدخل في انتخابات النقابات. لكن من الطبيعي ان انت بيكون عندك رابطه جوه نقابه معينه بتاعت المصريين الاحرار، عدد معين من النقابيين تابعين للمصريين الاحرار. من الطبيعي ان هم بيقعدوا مع بعض وبيتناقشوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض كمهنيين مش كحزبيين. قرارهم ما بيجيش من المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار، قرارهم بيجي منهم كمجموعه مهنيه. فكانت ترددت عدد من الاشاعات حابين ان احنا نرد عليها بشكل واضح. احنا كيان سياسي حزبي لا نتدخل في انتخابات المهنيين، ولكن لينا مجاميع من المهنيين موجودين جوه كل النقابات بيفكروا كمهنيين وبيعلنوا عن رؤيتهم كمهنيين وقرارهم نابع منهم وليس نابع من المكتب السياسي او من الهيئه العليا لحزب المصريين الاحرار. الزملاء في شبرا اقاموا ندوه في اطار التواصل، وده على فكره خلونا نقول ان الفتره اللي جايه تم تاجيل الانتخابات. وهتشوفوا ان تواصلنا مع الناس ابتدى قبل الانتخابات واستمر في وقت الانتخابات وهيستمر مع تاجيل الانتخابات. لان زي ما وضحت لحضراتكم في الاول، تواصلنا بالشارع مش مرتبط بانتخابات وهتعدي. تواصلنا بالشارع علشان خاطر احنا حزب سياسي عايز يتواصل مع الشارع المصري ويرى اهميه انه يتواصل مع الشارع المصري طول الوقت. فاحنا اقمنا ندوه في شبرا حوالين طرق الوقايه من سرطان الثدي، وده جزء من توعيه طبيه كبيره هتبتدي ان هي تشتغل على مستوى الجمهوريه كلها ان شاء الله. كعيد شمس امانه الحزب استجابت لشكوى من المواطنين بخصوص انفجار ماسوره ميه، فاستجابوا وتواصلوا مع الحي وساهموا في حل المشكله في عين شمس. ده غير ان محمد الكومي امين الحزب في عين شمس عرض رؤيه متكامله حوالين تطوير المنطقه في عين شمس. في اكتوبر طبعا كلنا سمعنا عن مش عارف اسميه يعني كلمه جريمه يمكن كلمه رقيقه قوي في وصف اللي الارهاب بيعمله في بلدنا. خلينا نستخدم كلمه جريمه. تاني استهداف لمقر من مقرات حزب المصريين. في مدينه 6 اكتوبر عندنا مقر انتخابي خاص بدكتور ايمن ابو العلا. فوجئنا من كام يوم بتفجير حصل امام المقر الانتخابي للدكتور ايمن ابو العلا، مما ادى لضرر في عربيه خاصه باحد الداعمين للدكتور ايمن ابو العلا. وعلى حد كلام الدكتور ايمن لو كان الانفجار دوت معاه منضبط شويه كان لا قدر الله ممكن ان هو يعني يستهدف عدد من القيادات الحزبيه اللي كانت في اجتماع عند الدكتور ايمن ابو العلا في هذا الوقت. فلذلك احنا تعمدنا اننا ما نحطش الخبر ده في الاول. يعني تعمدنا ان احنا ما نبرز الخبر ونقول ان احنا يعني بنتهاجم وان احنا مش عارف ايه، لان احنا في الواقع متوقعين اخبار من ده كتير. المصريين الاحرار هو احد اكثر الاحزاب المصريه جديه اكثر الاحزاب المصريه وقوفا في وجه الاخوان. فلو هم عاوزين يعملوا عمليات ارهابيه هيعملوها في مين يعني؟ هيعملوها في حزب ولا بلاش؟ ما اكيد هيعملوها فينا احنا. فطبيعي ان هجومهم هيكون علينا احنا. احنا متوقعين دوت واحنا جاهزين لدوت وبنقول لهم كملوا براحتكم
كل حاجه بتعملوها ضدنا بتزود من شعبيتنا وبتقوينا، وشكرا ان انتم بتثبتوا للمصريين ان احنا حزب جاد، وان احنا حزب فعلا واقف ضدكم، وحزب فعلا هيفضل واقف ضدكم. في الحوضيه الزملاء عملوا يوم رياضي، يوم 27 فبراير كان يوم رياضي في الحوضيه، مبادره جميله جدا وهتشتغل برضه في اكثر من محافظه متعلقه بتنميه المهارات الرياضيه في الحوضيه. في اسماعيليه حصلت ندوه حوالين عمليه اداره الحملات الانتخابيه. الحزب في الحوضيه واخد موقف زي حيادي كده ما بين المرشحين، بيدرب المرشحين. فامانه التثقيف والتدريب كانت عملت تدريب مركزي بقيادات التدريب والتثقيف في المحافظات، وبالفعل عدد من القيادات في المحافظات ابتدى ان هو يعيد التدريبات ديت في المحافظات بتاعته. في اسكندريه كان عندنا صالون ثقافي عرض فيلم مشهور قوي اسمه نورث كانتري، وكان الهدف منه مناقشه قضايا المرأة. أرجوكم وسط الزخم الانتخابي ما ننساش ابدا وجود قضايا للمرأة المصرية، يجب دايما ان احنا نعرضها ويجب دايما ان احنا نعرف بيها. في سوهاج اتعلن عن التشكيل النهائي لهيئة مكتب الحزب في سوهاج، تقدروا ان انتم تلاقوه على الويب سايت بتاعنا وتعرفوا كافة التفاصيل بتاعة التشكيل ده. في بلاوة كان في مبادرة يعني شديدة الروعة متعلقة بلقاء مع شباب المخترعين في المنيا، ومبادرة لإنشاء نادي علمي في المنيا. المبادرة دي مهمة جدا. شباب المخترعين فئة موجودة في بلدنا فعلا، عندهم أفكار وعندهم إبداعات، محتاجين تبني. علشان كده اهتمينا في المنيا إننا نشتغل معاهم ونتعاون معاهم وننتظر إن المبادرة دي تتكرر في كتير من المحافظات المتعرفة. أخيرا حصلت عندنا مناقشة في بلاوة حوالين أوضاع المرأة الصعيدية وإزاي نقدر إن احنا ندعم مشاركتنا السياسية، وبننتظر من الزملاء برضه في المنيا وفي بلاوة مبادرة تفصيلية حوالين إزاي يقدروا إن هم يعملوا ده. نخش بعد كده على الحتة اللي كتير كانوا منتظرين. احنا النهارده مش عايزين إن احنا نعلن عن كل أسماء المرشحين بتوعنا، لكننا كنا وعدنا بإن هيكون عندنا مرشحين شباب على القوائم بتاعنا. حد فاكر احنا وعدنا هيكون عندنا كام شاب في القوائم؟ مين؟ 20 يا ريمون؟ طب مين تاني فاكر؟ قلنا 20؟ طيب تتوقعوا كام؟ تتوقعوا ان احنا عندنا كام شاب في القوائم بتاعنا؟ 62. 62؟ لا انت مفتري بقى. ما هو الحزب كله الشباب يا ريس مش المصريين الاحرار طرح بالفعل في الانتخابات 32 شاب مرشحين عن حزب المصريين الاحرار، ويشرفني ان انا اعرضهم بالدوائر وبالاسماء على حضرتك لتاكيد جديتنا في ان احنا بنطرح شباب جادين وحقيقيين مرشحين عن حزب المصريين الاحرار. 32 شاب 32 شاب من 200 مرشح، يعني حاجه كده بتاعت 15 اكتر من 15%، 16 17%. ده غير ان طبعا على القوائم في عدد تاني من الشباب، لكن انا بتكلم دلوقتي على الشباب في المرشحين الفاتح. وعلى فكره نتحدى اي حزب كبير انه يحصل على مقاعد للشباب في البرلمان اكتر منه. وانا هنا مش بتكلم على احنا طرحنا كام مرشح، انا بقول ان اكبر عدد من المرشحين الشباب اللي هيدخلوا البرلمان على المقاعد الفرديه هيدخلوا من حزب المصريين الاحرار، وده نهار انا بطرحه على الهواء وحاسبوني عليه بعد الانتخابات البرلمانيه. خلوني بسرعه استعرض لحضراتكم في نظرنا اصغر مرشح في الانتخابات البرلمانيه هو زميلي احمد عبد الرب في دايره مركز طنطا، عمره 25 سنه. استاذ احمد علي نائب رئيس لجنه التثقيف والتدريب في الحزب، عمره 27 سنه وهو مرشح الحزب في المركز. استاذ حسين السعيد هو مرشح الحزب في القليوبيه وعمره 27 سنه. طبعا كلكم عارفين الشاب الجميل اللي ساهم في كتابه الدستور المصري احمد عيد حلمي، هو مرشح الحزب في امبابه وعمره 28 سنه. محمود رمزي امين الشباب السابق للحزب المصري الديمقراطي هو مرشح الحزب في الباجور وعمره 28 سنه. جون بشرى مرشح الحزب في المنيا 28 سنه. عمرو ربيع من اسوان مرشح الحزب وهو عمره 29 سنه. شريف ورداني مرشح الحزب في السلام وعمره 30 سنه. استاذ احمد فتحي في مدينه نصر، طبعا عارفين دايره مدينه نصر دايما لما بتتقال بيخطر على بالنا رجال الاعمال الكبار اللي راكبين العربيه المرسيدس وماسكين السيجار اللي في بقهم، ده اعتقد المصدر اللي بيخطر على بالنا في مدينه نصر. احنا فاتحين شاب جميل اسمه احمد فتحي في مدينه نصر عمره 30 سنه. زميلنا هيثم درويش مرشح الحزب في العبود عمره 31 سنه. باسم كليله في شبين الكوم عمره 31 سنه. جنوب سيناء
مرشحنا فيها استاذ صلاح عوده في جنوب سيناء، عمره 31 سنه. 15 مايو طالعين زميلنا سمير فرانسيس من لجنه التصفيق والتدريب برضه، عمره 33 سنه. زميلنا احمد كارم من لجنه التقييم والمتابعه، عمره 33 سنه وهو مرشح الحزب في مدينه السلام. زميلنا النائب السابق ابراهيم عبد الوهاب، وعلى فكره دخل البرلمان قبل كده ابراهيم وهو عمره 30 سنه مع حزب المصريين الاحرار. بيكمل معانا في دائره المنتزه وهو عمره 34 سنه. استاذ احمد حماد مرشحنا في مدينه المنصوره، عمره 34 سنه. شريف نادي عضو الهيئه العليا مرشحنا في ملاوه، عمره 34 سنه. الشخص اللي انا متشرف ان هو قاعد معانا النهارده الجميل استاذ ماجد طلعت مرشح الحزب في الساحل، عمره 36 سنه. وانتظروه عضو خطير في البرلمان، هيبقى اطول عضو في البرلمان لما يخلص المؤتمر هتشوفوه. زميلنا احمد طلعت مرشح الحزب في طمة في سوهاج، عمره 36 سنه. ايمن عيد مرشح الحزب في اسيوط، عمره 37 سنه. السيد مصطفى مرشح الحزب في بولاق الدكرور، عمره 37 سنه. حامد جلال مرشح الحزب في المحله، عمره 37 سنه. استاذ احمد سليمان مرشح الحزب في التل الكبير، عمره 38 سنه. محمد ابو سعود مرشح الحزب في الاقصر في دائره في الاقصر، عمره 38 سنه. استاذ اسلام الغزولي في مصر الجديده، عمره 38 سنه. استاذ محمد الكومي مرشح امين الحزب في عين شمس ومرشح الحزب في عين شمس، عمره 38 سنه. استاذ احمد يوسف من سوهاج، عمره 38 سنه. استاذ منتصر العمده مرشح الحزب في منفلوط، عمره 39 سنه. استاذ عصام غالي مرشح الحزب في شبرا الخيمه، عمره 39 سنه. اقول لكم على حاجه بس عشان انا اوقات ما بقدرش امنع نفسي، هم قالوا لي ما تقولهاش بس انا مش حاضر. شفتوا الورق اللي بيتقال بيقول لك المصريين الاحرار بيضم فلوس؟ حد شاف الموضوع ده بالقوه بتاعه؟ في واحده من الاسماء اللي بيطرحوها بيقول لك ايمن طه، كان قيادي كبير في الحزب الوطني اللي هو مرشح الحزب في بولاق. سمعت عن الموضوع ده؟ ايمن عنده 40 سنه. ايمن طه هذا القيادي الفلولي العظيم اللي بيقولوا عليه عمره 40 سنه. يعني وقت ثوره 25 يناير كان عمره 35 سنه. شارك في انتخابات 2011 عن حزب المصريين الاحرار وكسب وهو عمره 36 سنه. النهارده افتخر بطرحه مرشح عن الحزب في دائره بولاق وهو عمره 40 سنه. عن جنوب سيناء تاني عندنا زميلنا استاذ خالد فريد مرشح عن الحزب في دائره الشمال قسم الطور وعمره 40 سنه. دول نماذج لمرشحين حزب جاد مهتم فعلا بانه يطرح الشباب، ومش يطرح الشباب وخلاص كنوع من انواع عمليات التجميل، لا، شباب محليين اقوياء في مناطقهم يقدروا ان هم يقدموا رؤيه ويقدروا ان هم يقدموا افكار شابه تساهم فعلا في دعم وتشبيب الدوله المصريه. احنا متمسكين بمرشحين لا نظن ان هيحصل اي تغيير عليهم في الفتره القادمه، لان احنا مؤمنين بيهم وان اختيارهم ما تمش بشكل عشوائي، تم بناء على لجنه جاده لم تراعي في الاختيار سوى القناعات اللي عندها. ما كانش بيهمها ان شخص ينزل ويشتمها في الجورنال، ما كانش بيهمها ان شخص يهدد بالاستقاله. كل اللي كان بيهم اللجنه ديت ان هي تطرح مرشحين اقوياء يقدروا ان هم يمثلوا حزب المصريين الاحرار، وفخورين ان من ضمن المرشحين الاقوياء دول 32 شاب هيشرفني ان انا اقدمهم لحضراتكم وتعرفوا ان كل واحد فيهم يعني يساوي كثير من يدعوا ان هم سياسيين. الأستاذ شهاب وجيه، حضرتك عرضت في المؤتمر الصحفي أنه سواء الانتخابات البرلمانية فاضل عليها يوم فاضل عليها سنة إحنا جاهزين. في تأجيل الانتخابات البرلمانية كيف يعد الحزب الفترة القادمة نفسه بشكل مختلف عن الفترة السابقة أو ماذا سيضيف الفترة القادمة؟ أستاذة مريم، دور الأحزاب السياسية أن هي تتواصل مع الشارع في كل وقت، دورها ان هي دايما تكون بتحتك بالمواطنين، بتكسب شعبيه اكتر، بتقدم افكارها للمواطنين. دوت الدور اللي احنا هنشتغل عليه في المرحله
القادمه. هننشر افكارنا، هنتواصل اكتر، الامانات بتاعتنا مكمله في الفعاليات بتاعتها، وعلى التوازي مع دوت بنراجع برامجنا الانتخابيه وبنحدثها وبنخليها جاهزه فعلا ان هي تحل مشاكل المصريين. اللجان النوعيه بتاعتنا شغاله على البرامج الانتخابيه، بتطورها وبتحدثها. القيادات المحليه بتاعتنا بتتواصل مع الشارع وبتنزل وبتتكلم مع الناس وبتشوف ايه مشاكل الناس وبتحاول تساعد في حلها. فبالتالي احنا جاهزين واحنا بنعمل كحزب حقيقي عاوز انه يتواصل مع الشارع المصري. ايضا الحزب يراهن ب 32 شاب في الانتخابات البرلمانيه، ويثق انه الشباب هيقدموا للشارع المصري كل ما هو جديد ومختلف ويضيف الى الشارع المصري. كيف يعد الحزب او يضيف الى خبرات هؤلاء الشباب، خصوصا ان حضرتك قلت في شباب يتراوح اعمارهم ما بين 25 سنه و29 وما الى ذلك؟ كيف يعد الحزب هؤلاء ويضيف ليهم؟ المصريين الاحرار يؤمن تماما ان الكلام عن الشباب مش مجرد كلام في الاعلام، ومش مجرد ان انت تبرزهم في الاعلام، لا، ان انت تخليهم فعلا يخوضوا الانتخابات البرلمانيه، وخصوصا اذا كان في منهم عدد عنده فرص حقيقيه. في عدد من المرشحين الشباب عندنا وجدنا ان عندهم فرص حقيقيه، لكن الطرح السائد طب ما ينزلوا المحليات، طب ما يبتدوا من الاول، كانت وجهه نظرنا لا، لازم ان هم يخوضوا الانتخابات البرلمانيه طالما ان عندهم فرص، ينزلوا ويتعلموا ويحتكوا بالشارع ويقدموا افكار جديده للشارع. لما تلاقي شاب عنده 30 سنه في دايرتك هو اللي بينزل وبيتواصل معاك، لما الشاب دوت يبقى نائب في البرلمان تحس ان ابنك هو اللي بقى نائب في البرلمان، تحس انه بيتواصل معاك بشكل طبيعي، تحس ان انت مش مكسوف ان انت تروح تكلمه في اي حاجه. الشاب دوت لو قدرنا ان احنا نطرحه بالشكل الملائم فرصه هتكون جيده جدا. احنا بنوفر لهم تثقيف وتدريب ملائم حوالين عمليه الانتخابات البرلمانيه، بنعد لهم البرامج السياسيه، وقطعا لما ربنا يوفقهم ويكونوا جوه البرلمان هيلاقوا كتله برلمانيه جاده بتساعدهم وبتسهل لهم كل الحاجات اللي هم بيطلبوها. الحزب كان بيؤكد انه هيكون في تمكين جاد جدا للشباب وللمراه في الانتخابات القادمه. ماذا عن المراه؟ خلينا النهارده احنا اعلنا عن اسماء المرشحين الشباب وهم 32 شاب. المرأة كانت بتواجهنا يمكن تحدي اسمه ان في كثير من نساء الحزب كانت بتفضل ان هي تخوض الانتخابات على القوائم منها على الفردي، ومع ذلك عندنا عدد من المرشحات اللي بنعتقد ان فرصهم جيدة جدا، هنعلن عنهم قريبا جدا ان شاء الله، وممكن يكون كمان في قناة الحزب قبل ما نعلن عنها في اي حتة تانية. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا، شكرا جدا. قدمنا لكم المؤتمر الاسبوعي لحزب المصريين الاحرار. الى اللقاء.